تشكيل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية. حقيقي من اكتر الفيديوهات اللي انا محتار ازاي الزمالك يلعب بكره. حقيقي مشفق جدا على كابتن معتمد جمال وهو بيختار التشكيله اللي هيلعب بيها ماتش بكره. انت هتلعب بكره ماتش نهائي، ماتش ما يستحملش فيه اي خساره واي نتيجه سلبيه، لان دوت شوط واحد يعتبر ولسه فيه شوط تاني في القاهره. لازم النتيجه دي تبقى نتيجه تقدر ان انت لما ترجع القاهره في ايدك الفوز بالبطوله وما تصعبش الدنيا على نفسك. وحقيقي في الوقت دوت الزمالك فعلا عنده مشاكل كتير. دلوقتي قاعد بتفكر هل بزيرة هيلعب؟ طب هل محمد شحاته هيلعب بعد الظروف اللي بتحصل ديت؟ محدش يعرف. انا عايز اقول لك احتماليه ان محمد شحاته ممكن يلعب المباراه اكتر من احتماليه ان بزيرة ممكن يلحق الماتش. انا بقول ان كابتن معتمد هيعمل مع بزيرة نفس مباراه سموحه الاخيره، اللي هو انت على الدكه معايا لغايه ما احتاجك، واتزنقت فيك هنزلك، ما اتزنقتش فيك خلاص. فما اعتقدش ان كابتن معتمد هيغامر ببزيرة من بدايه الماتش. فيلا بينا نبدا التشكيل عشان انا طولت عليكم جدا. حراسه المرمى المهدي سليمان، ده حاجه ما فيهاش اي نقاش، ما اعتقدش ان يحصل اي تغيير في ماتش نهائي. مهدي سليمان في حراسه المرمى. قدامهم 3 قلب دفاع، زي ما بقول لك كده 3 في قلب الدفاع، لان انت في الماتش دوت هتكون محتاج ان انت تبقى متماسك دفاعيا ومش عايز يدخل فيك اي هدف، وهتحاول ان انت تخطف هدف تطلع بالنتيجه 0-0 1-1 بالكتير قوي. الموضوع ما يروحش باكتر من كده. باك شمال بنتايج، وناحيه اليمين محمد ابراهيم. نروح بقى لنص الملعب، وانا شايف ان شاء الله شحاته هيكون موجود في المباراه لان الزمالك محتاجه جدا، وشحاته من اللعيبه الرجاله واللي ان شاء الله هيكونوا موجودين في الماتش، وجنبيه احمد ربيع وقدامهم عبد الله السعيد. قلت لك انت محتاج ان انت تامن، يعني اكنك يعني تستقتل على مرماك. احمد ربيع وشحاته للتامين، عبد الله السعيد علشان عبد الله السعيد الفتره الاخيره محور الزمالك اللي بيمركز اللعيبه واللي بيحرك اللعيبه واللي بيوجه اللعيبه. الكتله الدفاعيه اللي هتكون موجوده ورا دي يكون عبد الله السعيد شويه عنده حريه ان هو يقدر عنده شكل هجومي ويقدر يطلع خط الهجوم اللي قدامه 2 مهاجمين، وهو عدي الدباغ وسيف الدين الجزيري. ليه مش ناصر منسي؟ انا عايز ناصر منسي على الدكه عشان يكون عندي اوراق الشوط الثاني. نزل شيكو بنزا، نزل ناصر منسي، عندك ادم كاي، بزيرة لو ما شاركش في المباراه ونزل الشوط الثاني بعد الشهر ان شاء الله الزمالك ما يحتاجوش. وليه الجزيري مش ناصر منسي؟ عشان انا شايف ان الجزيري بيقدر يتعامل كويس جدا في النهائيات وفي الماتشات اللي بيكون فيها جماهير كتيره وفيها ضغوطات كبيره. وزي ما شفنا الجزيري قدر يسجل هدف في نهائي الكونفدراليه في 2024، كان خارج ارضك، هو كان سبب ان انت تاخد البطوله، وكان بدل ما كانت النتيجه هتبقى 2-0 والماتش يتصعب خلصت 2-1 بسبب هدف الجزيري. بس فبالنسبه لي يعني هي ديت التشكيله اللي نقدر ان احنا نلعب بيها، ما قدامكش اي حاجه تاني تقدر تعملها. وان شاء الله التوفيق يكون موجود معانا، واي لعيب هيكون موجود بكره في الملعب ان شاء الله خير، يعني باذن الله خير.